السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونتمنى تكونوا بصحه جيده ان شاء الله بحول الله. اليوم طولت عليكم الغيبه شي شويه، غير مع العجز صراحه ما كنلقاش التفاعل مع الفيديوهات اللي كنحط. داكشي علاش كيجيني مره الاحباط. ندير شويه ديال الصراحه، نعاود نرجع بروح جديده. نتمنى انكم دائما تشجعوني حبيباتي بلي لايك والتعاليق المشجعه ديالكم، و تشتركوا في القناه باش توصلوا بجديد الوصفات، وتبارطاجيو لي فيديو اللي كنحط لكم ان شاء الله تستافدوا منهم نتوما وكاع الناس اللي كتصيفطوهم ليهم. وشكرا جزيلا على المتابعه مسبقا. كيف ما شفتوا اليوم جبت لكم واحد البسبوسه اللي هي رائعه جدا، كتحمر الوجه الصراحه، كتجي غزاله بالمذاق ديال الكوك وبالايجاز او بوعويد. صافي المقادير كيف ما شفتوا غادي نقولهم لكم وانا كنخدم فيها هكا باش ما نضيعوش الوقت وباش ما يجيكمش الفيديو طويل وممل. بسم الله على بركه الله. كيف ما شفتوا كنت دايره واحد القبيصه ديال الملحه في الاناء اللي غادي نخلط فيه. خديت واحد 2 بيضات هكا بالحراره ديال المطبخ، يكون حجم هكا متوسط. ضفت عليهم واحد الساشي ديال الفاني وواحد دانون ديال الفاني حتى هو باش يعطينا هكا المذاق. وغادي نخلط هكا غير بالضراب اليدوي حتى ينسجموا لي العناصر. غادي نضيف عليهم كاس مع مرش ديال سنيده. انا هذا الكاس هذا عندي شي شويه كبير على كاس العنبه. المهم نتوما يمكن لكم ديروا العبار بكاس العنبه وتعمروا هكا الكيسان. عفوا. صافي كيف ما شفتوا درت هذاك الكاس ديال السكر سنيده، زدت كاس ديال الماء، وغادي ندير كاس ديال الحليب. هنايا ممكن تعوضوا دانون والماء بزوج كيسان ديال الحليب. عفوا هنايا درت الزيت ماشي الحليب. سمحوا لي راه مره كتلف لي الهضره. صافي هنايا كيف ما شفتوا درت كاس ديال دانون مع كاس ديال الماء مع كاس ديال سنيده مع كاس ديال الزيت ونص كاس ديال الكوك. صافي هادو هما المكونات. كيف ما شفتوا ضروري نغربلو هكا السميد ديالنا باش الا كانت فيه شي حاجه هكا نحيدوها مع سخون الحال دغيا السميد والدقيق دغيا كيخسر وكيدير هذوك الحشرات ملي يعني مع الجو كيكون سخون بزاف. صافي هنايا كيف ما شفتوا درت زلافه تقريبا ديال السميده رقيقه ديال الحرشه. صافي غادي نضيف عليها 2 ديال لي ساشي ديال الخميره ديال الحلويات ونضربوه جيدا غير بالضراب اليدوي حتى ينسجم لنا الخليط. صافي هنايا غادي نحط هذاك الخليط على جنب حتى كي يرتاح شي شويه وحتى ديك السميده كتشرب شي شويه. صافي هنايا جبت البعويد اللي قسمته هكا على 2 ونقيته غير من الداخل، وغادي نبدا نقطع فيه هكا شرائح رقيقه كيف ما شفتوا باش نزينوا بها الوجه ديال البسبوسه ديالنا. كتجي هاد البسبوسه رائعه بالمذاق ديال الاجاص او البعويد، وخصوصا الكوك حتى هو كيعطي واحد المذاق رائع. صافي هنايا كيف ما شفتوا من بعد ما رتحت لي هذيك السميده او هذا الخليط ديالي. صافي جبت هنايا المول اللي مرشوش مدهون بالزبده ومرشوش بالسميده، وغادي نحط فيه الخليط او غادي نخوي فيه هذاك الخليط ديال البسبوسه. نحاول نبسطو هكا مزيان غير بالمعلقه ولا لاسباتيل ولا شي حاجه. صافي هنايا الفران غادي يكون يسخن من قبل، ضروري نشعلوا عليه الفران يسخن. وهنايا غادي نبديو نستفو هاد الشرائح هادو ديال البعويد. كيف ما شفتوا ضروري ما نكونوا مقطعينهم هكا رقاق باش ما يتقلوش على البسبوسه هكا وتجي طالعه. ونحاولوا نستفوهم هكا وحده فوق وحده. كنختاروا هذوك الشرائح الكبيره هما اللي كنديروهم هكا في الاول، وهذوك الجوانب الصغار غادي نخليهم حتى التالي ونديروهم هكا في الوسط. والتزيين كيبقى اختياري، يعني يمكن لكم ديروا هاد الطريقه هذه ولا اي طريقه بغيتو. انا غادي نمشي بحال هكا نستف البعويد هكا او الاجاص ديالي في الجوانب وصافي نكملو بنفس الطريقه. كيف ما شفتوا غادي نكملو هكا بنفس الطريقه ونتلاقاو من بعد واحد شويه.
صافي هنا كيف ما شفتوا كملت الستاف ديال الاجاز فوق البسبوسه. وهنايا قبل ما ندخلها للفران بغيت ندير لها هكا شويه ديال اللوز مهرمش هكا في دوك الفراغات باش ما يطلعليش منهم العجين وتخسر الشكل ديال البسبوسه. كاضافه يعني تقدروا تستغناو عليها او ديروها هنايا او تعوضوا. هذا درت انا اللوز مهرمش كان عندي متوفر. نتوما ممكن ديروا كاوكاو مهرمش او اي حاجه متوفر عندكم او افيري الا كان متوفر، علاش لا، حتى هو كيعطي واحد المنظر زوين. كيف ما قلت لكم درت هكا في دوك الفراغات باش ما تطلعش العجينه وتخسر الشكل ديالها. استغفر الله. صافي هنايا من بعد ما درت هكا الكاوكاو مهرمش دخلتها الطيب. صافي كطيب على نار مهيله بحال الكيكه عاديه حتى تحمر هكا من التحت والجوانب. وصافي نهولوها واحد شي شويه هكا كيتحمر حتى هذاك الاجاص. ولا كانت شي بليصه هكا ديال البسبوسه باينه. وصافي كنسقيوها هكا بواحد الكاس ديال الماء مع واحد 2 كيسان ولا 3 ديال المعالق ديال السكر مع نصف حامضه. هنايا الحلاوه كتبقى على حسب الذوق دائما. من بعد غادي نحاول ندهنها هكا بشويه ديال الكونفيتير ديال المشماش هذا اللي يكون سائل ديال الحلويات، او تدهنوها بالناباج غير باش تعطيكم هذيك اللمعه باش هكا يجي المنظر ديالها زوين، خصوصا هكا الا كنتم موجدينها للضياف. صراحه كتجي زوينه بزاف شكلا ومذاقا. هنايا من بعد عاودت زينت هادوك البلايص اللي كنت درت فيهم في الاول الكاوكاو، عاودت زدت فوقهم شي شويه ودرت حتى في الجوانب ديال البسبوسه ديالي كاضافه وكتزين فقط، وانتم يبقى لكم الاختيار. صافي هذا هو الشكل النهائي حبيباتي ديال البسبوسه ديالنا. كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي رائعه من السما بالمذاق ديال الكوك والاجاص حتى هو كيعطي واحد المذاق رائع. كنقدموها بالصحه والراحه، خصوصا هكا الا كانوا جايين عندنا الضيوف. كتديروا هكا شي حاجه مغايره على العاده، يعني على البسبوسه العاديه. فهي اقتصاديه كيف سبق لي وقلت لكم. كديروها بكاس ديال الماء ولا كاس ديال دانون، ولا بغيتو تبدلوا الماء ودانون ديروا 2 كيسان ديال الحليب. هذا هو الخطا اللي قبيله سمحوا لي غلطت فيه. مهم نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون خفيف ظريف عليكم، وتحيه الى اللقاء.